انا اتولدت من غير اب وكبرت من غير اب ولحد النهارده ما شفتوش. وطبعا وانا كبيره كانت كل الناس تسالني في المدرسه هو فين بابا، هو بابا شكله ايه، وانا ما كنتش اعرف، ما كانش عندي اجابات. فسالت ماما وقالت لي انه بابا سابها وهي حامل وهو ما اهتمش حتى يعرف انا ولد ولا بنت. طبعا حاجه زي كده كانت مؤثره جدا. بعدين وماما بتقدم لي في المدرسه، مفيش ولا مدرسه كانت عايزه تقبلني عشان ماما مش معاها ورق بابا، فليه نقبل حد مش معاه ورق كامل واحنا ممكن نقبل حد معاه ورق كامل. كبرت وانا حاسه بالرفض وعدم القبول. كمان اتقال لي ان ماما وهي حامل كل العيله قالوا لها اجهدي البيبي عشان مش هتعرفي تربيه لوحدك، ولا ماديا هيسمح ولا نفسيا هيسمح. فانا كبرت بعدم القبول وكبرت وانا حاسه بالرفض. بعدين طلعت كامب وكنت بصلي ان انا عايزه استقبل حضور ربنا زي الناس اللي واقفه بتاخد حاجه، بس انا مش باخد حاجه. وعدى اول يوم وتاني يوم وتالت يوم وانا مش باخد حاجه. وجينا عند رابع يوم اخر يوم حد جه يصلي معايا، والحد ده فضل يعيط جامد جدا جدا ويقول لي يسوع بيقول لك انا بابا، انا ابوكي، انا هعوضك عن كل ده. يا ساره زمن الحب زمانك، انتي محبوبه، انتي مقبوله، انتي غاليه في عيني. مش مهم باباكي سابك ولا لا، انا ابوكي، قولي بابا. بس انا ما كنتش عارفه اقول بابا عشان الكلمه تقيله قوي واول مره اقولها. ففضل يصلي قولي بابا قولي بابا لحد ما قلت بابا. انا مش عارفه كم حد هنا مأذي من الابوه او صوره الاب اتشوهت عنده، بس انا بصلي انه الصوره اللي اتشوهت ترجع للصوره الاصليه، الصوره الحقيقيه، صوره بابا الاب. لو انت مأذي من العيله، مأذي من الابوه، او حتى مأذي من الام، انا بصلي ان الصوره الحقيقيه ترجع لصورتها الاصليه، الصوره اللي اتشوهت. لو انت كبرت بعدم القبول، حاسس بالرفض، بتخاف تتكلم زيي، انا بشجعك قوي تصلي يا رب انا عايز القبول منك انت، عايز الابوه منك انت.